النهارده هوضح لكم اسطوره عن حيوان عامل جدل كبير جدا، وخاصه في السعوديه، وهي اسطوره نباش القبور. طبعا سمعنا قصص كتير جدا عن نباش القبور. في ناس بتقول ان هو مسخ متحول بيشبه المستذئبين اللي بنشوفهم في الافلام، بيظهر اول ما بيبقى فيه جثه انسان لسه مدفونه. بيقولوا انه بيروح يحفر في القبور وبياخد الجثث اللي لسه مدفونه دي وياكلها. بس الكلام ده كله مجرد قصص، وهو مجرد اسطوره بيحكيها الكبار للاطفال عشان يخوفوهم وما يخرجوش من البيت، زي ابو رجل مسلوخه وامنا الغوله. بس وفقا للكتب المصريه القديمه ان ده حيوان كان بيحمي المعابد والمقابر من اي حد كان بيحاول يقتحمها. وبعد كده نباش القبور اتعرف في وقتنا الحالي باسم السلعوه. ده كمان مجرد اسم غير معلوم الهويه علميا، واعتقد بعض العلماء انه هجين بين الذئاب والثعالب والكلاب البريه، بيعيش في الجبال والصحراء والاماكن النائيه. شكله يشبه الكلاب بس ودانه كبيره شويه ورجليه اللي ورا